حاليا أقول لك بكل صراحة وبكل وضوح وتذكري كلامي. إذا لم الجيش المصري ينسحب من سيناء وتفكيك قواعده هناك سيقصف قريبا قاب قوسين أو أدنى. لا أحد يستطيع أن يتجرأ بعد برفع السلاح على دولة إسرائيل. اليوم الأسلحة تصل إلى قطاع غزة، تقصد من عبر سيناء، فبالتالي اليوم الرئيس المصري من خلال مصر، متورط مع الغزيين هكذا. من خلال مصر. أنت ما تتحدث، ما حدا يتحدث. أنا سمعتكم ما قطعت حدا. مصر وصحراء سيناء والجيش المصري سيقصف قريبا إذا لم يخلي حسب اتفاقية كامب ديفيد بشكل رسمي القواعد العسكرية التي بناها، وهي قواعد هجومية وليست للدفاع. فنقول له وقلناها، وزير الدفاع الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية وأيضا أمريكا وجهت رسالة شديدة اللهجة للسيسي، والسيسي لغاية الآن مديون لدولة إسرائيل، وهو يعرف جيدا إذا إسرائيل أوقفت وقطعت إمداداتها لمصر الاقتصاد المصري سيتضرر. فيعرف السيسي ويوجد له ديدلاين متفق عليه لننتظر في الفترة القريبة إذا كان سيتحرك أم لا. إذا لا سيكون الجيش المصري في سيناء كطهران كقيادات الحرس الثوري الإيراني وما بهم قيادات، ما بها طهران. سيد سمير، أنا ما فهمت، هل أصبحت اليوم مثال يحتذى به مع فعلت بها إسرائيل؟ أعتقد أن غزة أقرب مثال إذا كنت تريد أن تتحدث عن إسرائيل المدمرة. يا نورال، إذا أنت عندك غشاوي عينيك أنا مستعد أعمل لك ليزر. يعني غشاوة ماذا سيد سمير؟ يعني غشاوي لما أنت تتحدث على أن الرئيس المصري بس لحظة والله يا سمير، والله يا سمير، أنت ما صارت من سوق الجمعة بتجيبها. من وين بتجيبها هذا الحكي؟ أنا مش فاهم. من سوق الجمعة بتجيب. بس لحظة سيد سمير الجمعة أنت يعني أنت أصلا محلل من سوق الجمعة. سيد حاج، إذا بتريد سكر المايك عندك لو سمحت واعطيني مجال إني أتناقش معه. سيد سمير بس لحظة يا سيد سمير، بس لحظة، أنا ما عندي سماعة، ما عم بسمعك، حضرتك بس عم بتشوش. لحظة سيد سمير، بس لحظة، ناقشني بوضوح. الإسرائيلي هذا الكلب الإسرائيلي صارت عند الأمن. اسمع انت من سوق الجمعة بتجيب لي الاخبار، محلل من سوق الجمعة انت. من وين بتجيب هذا الحكي؟ من وين بتجيبه؟ بكفي، انا ما رح اسمح لعندي يتم تهديد اشخاص ويتم الاساءة لاشخاص. لو سمحتوا احترموا نفسكم، لانه انتم بتعبوا. ما تقاطعني وانا عم بتحدث يا سيد سمير. احترموا نفسكم وانتم عم تتحدثوا معي او مع بعض، لانه انتم بتعبروا عن بيئتكم يلي تربيتوا فيها. سيد سمير، للمرة المليون اذا بتريد لا تقاطعني وانا عم بتحدث. اذا سمحت لا تقاطعني وانا عم بتحدث. كنت عم بناقشك بما ان الرئيس المصري اليوم متورط مع حماس وقام ببناء انفاق عبر سيناء، فاليوم ليس من مصلحة إسرائيل كما تحاول أن تصف لنا بصراحة أنها تقوم بقصف مصر مباشرة. قد يكون هناك حرب بالوكالة، قد تقوم بإثارة الفتنات والمشاكل بين أطياف الشعب المصري. قد تكون الثورة المقبلة التي يتم الحديث عنها في مصر للانقلاب على نظام الحكم هناك بصراحة هي عبر إسرائيل. هذه مخاطر يجب أن نأخذها يعني بطريقة جدية. أما أن تقول لي والله أن هناك أنفاق في سيناء ونريد قصف مصر وأعطيناهم مهلة حتى يقوموا بشيء معين يفيد إسرائيل، فهذا حديث جديد وغير منطقي بكل الأحوال. يعني تفضل. يعني أنا ولا شيء قلته إلا صار وبصير يعني، والحمد لله. لما أتحدث سياسة أنا مجرد من الأحاسيس، لا يعنيني أي أحد. ماذا السياسة؟ هل أنتم عندما لا تستطيعون أن تجدون إجابة على سؤالي تقولون لي عواطف ومشاعر؟ دولة إسرائيل متواجدة في غزة، وحاليا
خرج تحذير من قبل إسرائيل من خلال أمريكا، وأيضا أمريكا متدخلة في هذا الأمر، أنها كانت هي الوصية على معاهدة سلام كامب ديفيد. فأقول لك بكل وضوح وبكل صراحة، أنا مستعد أبعث لك الملف الكامل PDF لتقرأي بالضبط البحث الذي أجري على مصر. الاستخبارات الإسرائيلية أثبتت بجميع المواقع ما تفعله مصر في صحراء سيناء، وهذا مخالف للمعاهدة. نحذر وحذرنا السيسي من تنقية وتنظيف من العرجاني وجر، بده كله يتنظف في سيناء ويرجع لسابق عهده إذا أراد السيسي. نحن نعرف القنوات المفتوحة بين السيسي وبوتين وبين السيسي وإيران، وأنت قبل عشية الحرب على إيران كان لقاء بين القيادة المصرية والقيادة الإيرانية. فأقول لك بكل صراحة وبكل وضوح، حاليا اليمن ومن بعد ذلك مصر، وأنا قلتها. هذا حديثك مكرر سيد سمير على مدى عامين. أنت تحاول أن تهدد العرب بعدوان إسرائيلي من أجل إثارة الخوف والرعب في قلوبهم، ولكن بصراحة رقعة هذا الصراع لم تتوسع أبدا، بل بقيت في غزة وتم قتل الغزيين بكل الطرق. حلو كلامك، حلو.